عندي هنا حاجتين محتاج ان انا ارسمهم. طيب ابدا بيهم ازاي؟ انا عندي كذا طريقه ان انا ابدا بيها. يا اما ابدا من التوب فيو وارسم الجزء اللي موجود هنا عندي على التوب اللي هو ده، تمام؟ ولما اجي ارسمه خد بالك هو راسم لك ابعاد عدله الاول، فطالما هي ابعاد عدله الاول ممكن نعمل زوم الاول او نكبر السكيل بتاع دي كده عشان حتى نبقى قريبين للصوره الاساسيه بتاعتها. هرسم لاين وهبدا من هنا، والطول ده كله هو اداهوني كام؟ 150. فهبدا من هنا واقول له هتحرك 150 وادوس شيفت، تمام؟ كده عمل لي الطول الاولاني ال 150 اهو. وبعد كده هنزل لتحت 75، تمام؟ وهنا 35، يبقى هاجي نازل لتحت 75 وادوس شيفت واجي راسم لاين. هنا بقى هنزل 35 فاطلع الاول من هنا واجي راسم هنا واقول له انا عايز انزل 35 وادوس شيفت واجي موصل النقطه دي بيه. يبقى انا كده عملت القاعده. بس في عندي بقى فيلت، في هنا فيلت 25 وهنا في فيلت 20. يبقى اجي هنا اقول له انا عايز اعمل فيلت ما بين الريدس بتاع الاول 25 وادوس انتر، ما بين مين ومين؟ ما بين ده وما بين ده. يبقى انا كده عملت الفيلت الاولاني. رايت كليك، الفيلت بقى اللي هنا الريدس بتاعه كام؟ 25. احنا كنا عاملين الاول كام؟ معلش هرجع هنا كنترول زد، ده المفروض 20 واختار الضلع ده والضلع ده. بين ده، تمام؟ يبقى انا كده عملت الجزئيه دي. خد بالك الدايره دي بقى موجوده معايا بنفس الارتفاع، فبدل ما اعمل اكسترود وبعد كده ارسم الدايره واعمل لها اكسترود كات، لا ده انا هرسمها معايا واعملها في الاكسترود. طب الراديوس بتاعها كام يا باشمهندس؟ المفروض ان هو هنا بيعرف لك ان الراديوس بتاعتك كلها مثلا 18 مللي. طيب اما اجي ارسمها هنا بقى رسمها سهل جدا. ليه؟ انك لما بتقرب وتفعل السنابنج بتاع السنتر وتقرب على الكيرف كده المفروض بيجيب لك السنتر بتاع الكيرف. اقول له انا بقى الدايمتر بتاعي 18 وادوس هنا اوكي، واجي عامل رايت كليك برده هنا اقف على الار على الفيلت. فلما اقف على الفيلت بيجيب لي السنتر بتاع الفيلت، فاضغط عليها اقول له هنا 18 وادوس ايه؟ انتر. يبقى انا كده جبت الايه؟ التو هول اللي موجودين هنا 18 ولا 20؟ لا قال لي دول 20، تمام؟ فيا اما امسحهم واعملهم 20 يا اما ممكن اكبرهم. تعال نشوف طريقه